بجد الناس اللي عندهم هواية تربية الحيوانات الأليفة زي القطط أو الكلاب أو الطيور أو العصافير، بجد دماغ تانية وبيعملوا عمايل من كتر حبهم فيها. أنا ما كنتش أتخيل إن هم ممكن يوصلوا لكده. دي سيدة عندها كلاب، وزي ما احنا شايفين كده بنانيت، بتقدم لهم، عامله لهم اوضه نايمين في الاوضه، تكييف شغال، يصحوا يتعمل الفطار، سناكس من تحت زي ما احنا شايفين كده لازم يحلوا، وبروتين بقى وخضار وكل اللي نتخيله. يعني لو انا عندي بيبيهات صغيرة مش هحط لهم كمية الأكل كده وأرتبها لهم بالمنظر ده. ده رفق بيهم وحب ليهم، وهم بيلاقوا متعتهم في كده بجد. بصوا بقى، هنا هي جايبة البيض، قشر البيض بعد ما سلقته ونشفته كويس وطحنته. ما كنتش فاهمة الخطوة دي، بس عرفت ان ال البيض او قشر البيض فيه كمية كالسيوم رهيبة، وان في دكاترة في بعض العلاجات للأدوية او لبعض الامراض فعلا بيستخدموا قشور البيض دي. فهي يعني مهتمية بأدق التفاصيل، كمية الكالسيوم اللي موجود حرفيا في قشور البيض بعد ما بتتجفف وتطحن رهيبة. يعني في بني آدمين دكاترة بتستخدمها معاهم لعلاج أمراض معينة. فتخيلوا بقى هي أدق التفاصيل دارسة تحط لهم إيه ونوع البروتين إيه، كمان فيتامينات، بتديهم فيتامينات. فهي محافظة على البنانيت خالص 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 بجد. عاجبني قوي النظام الفطار بتاعهم والغدا، ومش سايبة حاجة إلا لما بتعملها لهم، حتى السناكس، حتى الحاجة الحلوة، كل حاجة. وبصوا بقى هم متربين يا جماعة هي صارفة ومكلفة، ملبسة بقى بفيتا. ده غير ان هي ما شاء الله ملبساهم زي ما يكونوا بناتها بالظبط، فيديوهاتها قمر. يعني بجد الراحمون يرحمهم الله، وهي رحيمة بيهم. بس في ناس منهم بيوصل مرحلة عندهم للهوس، يعني هوس لتربية الحيوانات دي، فعلا بيوصل معاهم للهوس. فحبها ليهم جميل قوي. هم طبعا متعاونين معاها جدا لان هي مدرباهم كويس جدا، ومن الواضح من الفيديوهات بتاعتها ان هم معاهم من هم صغيرين. فهم كائنات أليفة على غير العادة بصراحة، مهتمية بقى بنظافتهم بكل حاجة. دلوقتي هي تقدم لهم حاجة أنا مش عارفة هو ده إيه. هي حاجة مجففة بس هم حابينها جدا، يعني اتجننوا عليها وما شافوها. أنا أول ما شفتها إيه ده، هي مديهم زور مجفف مجفف ولا إيه؟ اللي يعرف في الكومنتات إيه اللي اديته لهم دلوقتي يقعدوا فيه دوت، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وما تنسوش تقولوا لي انتوا منين علشان نتعرف على بعض أكتر. يلا أنا إيمان معاكم، متنسوش بقى اللايك وكومنت حلو عشان يوصلك دايما مني كل الفيديوهات الحلوة. أحبكم في